خوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد اللي ان شاء الله حتى هي في الطريق الى العمل. من خلالها بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا باش تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. وفي نفس الوقت بغيت نعاود لكم على اجواء العيد كي دازت عندنا حنايا، يعني مقارنه مع اللي سبقوا الاعياد اللي سبقوا. المهم بغيت نشير ليه هو يعني احسن حاجه في العيد راه هي ديك اللمه، هي فاش البنادم كيكون مجموع مع الاصدقاء والاهل والاحباب. يعني هذيك اللمه هي كل شيء في العيد صراحه. بالنسبه لي انا وبالنسبه للمحيط ديالي صراحه هذا الشيء اللي اللمه هي ديال العيد. هذا العيد هذا شويه كان ماشي ما صراحه ما حسيناش بانه عيد كما حسينا في السنوات اللي كانوا قبل، سواء اللي كنا دوزنا في البلاد سواء اللي هنا كان داز هذا شويه عيد ما عيد. يعني لا من ناحيه ديال الاضحيه، لا من ناحيه ديال داك التجمع اللي كنا كنتجمعوا. وترجعوا تشوفوا الفيديوهات اللي كانوا قبل ديال الاعياد اللي دوزنا، ديال العيد الكبير العيد الصغير، راه كانوا اجواء خياليه الصراحه. يعني ما تقولش بان هاد الناس هادو راهم في الغربه، ولكن هاد العام هذا صراحه حسينا بان راك في الغربه فعلا راك في الغربه. يعني بعيد على الاهل وبعيد على الاحباب، وسيرتو ان الاصدقاء يعني قلالوا النيت اللي كاينين هنايا. هذا اللي بغيت نزيد نوضح هو علاش هاد الدراري قلالوا هنايا. راه ماشي ما بغيناش نتجمعوا ولا لا، يعني المساله ديال الظروف هي اللي حكمت هذا العام هذا، كل واحد والظروف ديالو. ولكن الحاجه اللي كثر هما الاغلبيه ديال الاصدقاء ما بقاوش في المدينه ديال كيلونا، خرجوا من كيلونا، خرجوا من بريتيش كولومبيا كامله. علاش؟ راكم عارفين الهاجس الكبير اللي كيكون عندنا راه هو باش الواحد يدير الوريقات ديالو. الواقع هو هذا، الوغ باش الواحد يدير الوريقات ديالو خصهم انهم يمشيو لدي بروفانس اللي فيهم داك البي ان بي ديالهم ساهل، ولا يعني السيستم ديال التنقيط كيكون بسيط باش انك تحصل على الاقامه الدائمه. الهاجس ديالنا كاملين راه بحال هو ان الواحد كيدير الوريقات ديالو باش كيجلس مطمئن حتى الا بغى يخدم خدمه جوج ثلاثه ممكن يكون حر، كيكون ليبر ديال راسو. وبزاف ديال الحقوق ما كيكونوش عنده، ما كيوليو عنده حتى سميتو حتى ياخذ البي ار ديالو. من بين هاد الحقوق بغيت نشرح واحد، ولكن غنخليه حتى الاخر علاش، حيت لا فيديو ديالو الخاصه به عاد راني تنوجدها ان شاء الله. ولكن باش قلت لكم كتحس بالغربه، يعني الطريقه اللي تعاملت معنا واحد السيده اللي موالفين كناخذوا من عندها الحوالانيت وكنذبحوا من عندها في الفيرما ديالها. هذا العام هذا ما صراحه تسيفات علينا، نضرب صاد الواقع. يعني كنت مشيت لعندها قبل فاش كانت زادت عندي البنيه تسنيم، وخديت من عندها الحولي باش ندير العقيقه، وتفاهمت انا وياها. قالت لي راه العيد ديالكم راه قرب، مع كان غير شي شهرين ونص باش مشيت عندها. العيد ديالكم قرب وراني مخليه لك الحواله حتى تقول لي شحال. المهم شاءت الاقدار، انا تواصلت مع الدراري منين ما بقاوش هنايا بزاف، يعني كانوا الحواله قلال، يعني غادي نديو من عندها 3 ديال الحواله. النهار فاش مشيت لعندها باش غادي ريكلو الامور، يعني سيمانه قبل العيد مشيت لعندها قلت لها بالنسبه للحواله، قالت لي ما بقاوش عندي. ما بقاوش عندك؟ قلت لها وي هذا الديل، يعني درنا اتفاق، كان عندنا اتفاق انا وياك. قالت لي المهم راه جات واحد المراه من موراك وداتهم، عطاتني انا كانت حسبتهم لي ب 400 دولار الواحد. جات واحد المراه عطاتها 450، هذه مسلمه حتى هي. انتم باش تعرفوا بان حتى المسلمين راه حنا كنديروه السبب، حنا اللي كنديروه بيدينا. انا ما كاين غير خوات الطريق منين تسمع هرب. ما علينا خوتي، قلت لكم بان جات مسلمه قالت لها نعطيك فيهم 450، عطاتهم. لا راكم عارفين هنايا راه الفلوس هما كل شيء، نضرب الواقع، الفلوس عندهم هما كل شيء. يعني ها هي كنا درنا معاها الكلمه، جات السيده عطاتها 450، قالت لها سير الله يسخر وخلاتنا حنايا. قلنا ماشي مشكل، قال لك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه. مشينا لواحد الفيرما واحده اخرى عند واحد السيد، واحد يعني جوج ديال المسلمين نيت، تركي وسوري، عندهم واحد سميتو واحد الفيرما. من عندهم مشينا خدينا
غير ان الطريقه اللي موالفين نديرو حنايا موالفين كناخذوا الحوليه، والنهار ديال العيد كنصليو صلاه العيد كنركبوا الطوموبيلات ديالنا، كنكونوا متفقين شكون الناس اللي غادي يمشيو يذبحوا، كنمشيو نجمعوا على دوك الحواله طف 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 طف، عندنا واحد الساعه المكانه كنهبطوا داك الشيء نلقاو بلايصنا كان شيئا لم يكن، وكنمشيو في حالتنا. السيده كنعطيوها فلوسها كنمشيو في حالتنا حنايا، كنتجمعوا ديك الساعه. كان يا اما في الدار، كنا في الاول كنا درناها في الدار عندي، وكان حدايا نيت محسن، كنا جوج ديال لي زابارتمون وحده يعني، وكنستغلوا ديك الجرداوه هذه بحكم اننا معروفين تما مع درنا واحد الجو ديالنا، انه معروفون بان المغاربه راه عندهم العيد، حتى هما براسهم الكنديين كيجيو يشاركوا معنا ويحضروا معنا داك العيد. المهم حنايا هادشي اللي درنا اللي كنا موافقين نديرو، ولكن هذا العام هذا ما كتبش حاجه وحده اللي ما فرطناش فيها هي صلاه العيد بعدا صليناها. القضيه ديال الذبيحه موافق كنذبح بيدي، نصلح بيدي، وما عارف راه كيقول لك المثل اللي ما يطيب عشاته ويذبح شاته عزيه موتو خير من حياته. المهم ما علينا، هذا العام هذا ما كتبليش انني نذبح. تفاهمنا مع السيد، قال لك انا قلت له انا راه ما كرهتش نجي نذبح عندك هنايا، قال لي راني بزاف الناس اللي جاوا لعندي باش غادي ياخذوا ولا جي، وكاملين كنقول لهم بانهم ما يمكنلهمش يجيو يذبحوا عندي هنايا، هو غادي يذبح لينا، هو غادي يذبح ويجيب لنا الحواله مذبوحين مسلوخين ناضيين مغسولين كلشي، راه كيجيب لنا الحواله ودوك لي بارت اللي بغيناهم ديالهم للداخل كيجيبهم لينا. قال لك حاجه وحده اللي ما تنديرش، ما يمكنليش نشوط لكم الراس بحكم ان دابا راكم يا الناس اللي كيشوفوا الاخبار راه العافيه شاعله في كندا، يعني ممنوع انك تشعل العافيه في شي بلاصه، ممنوع ما كاين لا باربيكيو، ما كاين حتى شي حاجه. حتى مثلا الكومبينغ اللي بغيت نمشيو هادي يعني غادي نمشيو وما غاديش يمكن لك تشعل العافيه، وراكم عارفين الكومبينغ هو داك لي فو دو كون اللي كيكونوا بالليل. ما علينا ماشي مشكل، سلامه اولا. قلت لكم اخوتي صافي تفاهمنا معاه ودار معنا صراحه ثمن زوين، يعني $390 الحولي غادي يجيك منقي ناضي، ما تهز ما تحط صافي. هذا ما كان فاش وجد الحولي وجد حتى العشيه، يعني حتى 8:30 الليل هكا. ما شنو هو الجو ديال العيد؟ راه هو ديك الصبحيه من مور الصلاه ملي كتذبح الحولي ديالك كنجمعوا على داك البولفاف ونجمعوا ما بيناتنا. التقليه راه كطيب، العيالات راه مجموعين في واحد القنت راهم كيتكلفوا بشي حاجات، وحنا عاوتاني الدراري مجموعين عاوتاني في بلاصه واحده اخرى كنتكلفوا بحاجات اخرين، وكنجمعوا كاملين ونمشيو ندوزوا النهار ديالنا في البارك. هادشي كامل هذا العام هذا افتقدناه الصراحه، وافتقدنا الاصدقاء اكثر من اننا افتقدنا هذا الجو هذا. افتقدنا الاصدقاء اللي كانوا معنا وكنا كنديروا هاد لي زاكتيفيتي كاملين، على راسهم غادي نذكر بالاسماء. كاين واحد محسن اللي ما كذبش عليكم، راه يعني فاش ما بقاش في هذه المدينه راه النص ديالي مشى طب صراحه. محسن يعني ماشي غير صديق، راه صديق واخ وابن وكلشي مجموع فيه. الله السيد الله يعمر راس العام من هذا المنبر كنوجه ليه التحيه وكنقول ليه سير اخويا محسن الله يسهل عليك فين ما مشيتي وفين ما جيتي، والله ينور طريقك، وان شاء الله نشوفوا وليداتك عاوتاني عام قريب. غير يهديك الله طول الجوج اصاحبي وما تبقاش جالس لي ناجري. المهم هذا ميساج ليك اخاي محسن، وهذا الميساج هذا راه ما كنقولها لمحسن وراه كندق عليه وحدين الاخرين راهم عارفين راسهم ياك، كنا شادين فيها القشابه وغادي نذكروا حتى هو بالسميه السي حفيظ. نوض انت نوض جمع راسك خلينا من تجوفريس. ايوا نتمنى من الله الخير للجميع، الله يسهل على كل واحد. كما قلت لكم الموضوع الثاني اللي بغيت نهضر عليه هو الموضوع ديال الحقوق اللي كتكون محروم منها ملي كتكون عندك يلا عقد عمل ولا ترخيص عمل ورك بيرميت. طالما بالنسبه لهذه الحقوق يعني انا براسي انا غادي في ديك الفيديو اللي كنوجد ليها غادي نوريكم الورك بيرميت ديالي اللي كنت جيت به وشنو كاتبين لينا فيه لتحت. كاتبين لنا فيه بانه ممنوع انني نقرا. انا عندي هذاك الورك بيرميت ما يمكنليش نقرا. هذه القضيه ديال القرا راه كنخصو بالذكر هما القرايه اللي غادي تاخذ عليها ديبلوم، يعني كتكون انفورماسيون ديبلومونت. ما تنهضروش مثلا بحال القرايه اللي جينا وعاوننا راسنا وقريناها مثلا باش كنميو النيفو ديالنا في اللغه وهذه لا، هذيك بوحدها. كنهضروا على باش انك تاخذ ديبلوم بحال مثلا كاين هنايا في بريتيش كولومبيا كاينه يونيفرسيتي اوف بريتيش كولومبيا سميتها يو بي سي يعني، ولا اوكاناغان كوليج ما يمكنلكش تمشي تقرا فيهم. علاش؟ حيت انت ممنوع عليك انك تقرا، انت جاي باش تخدم ماشي باش تقرا. وهذا هو الخبر اللي بغيت نقول لكم، انه نهار الاربعاء اللي فات يعني هاد الاربعاء اللي داز كنظن واقيلا كانت 29 واقيلا في الشهر والله ماشي 29 27 في الشهر الله اعلم نعتقد على التاريخ بالضبط. نزل القانون، ولكن
هذا القانون غير مؤقت، خصكم تعرفوا راه بانه مؤقت، غتوصل لواحد الوقيته وانه غادي يحبس. هذا القانون تيقول لك بانه الناس اللي عندهم ترخيص عمل ورك بيرميت عندهم الحق انهم يقراو. كنقولها ونعاود، ومازال غادي ندير لكم لا فيديو اللي ما تكون المور هذه ان شاء الله، راني غير تنوجديها دابا وغيبني نتشغل مع الخدمه والمسائل. الوغ كما قلت لكم ان غيولي عندهم الحق انهم يقراو. حنا كنا فاش جينا كنا تحرمنا من هذه القضيه هذه، ما يمكنناش نقراو، ولكن دابا الناس اللي جايين عندهم ورك بيرميت راه من حقكم انكم تدخلوا وتقراو اون باراليل مع الخدمه، راه ممكن. لهذا خوتي الناس اللي انتريسي بهذه المساله هذه، دابا هو تحل واحد الباب حتى لوك الناس اللي قالوا انا بغيت نمشي نكمل قرايتي في كندا وما لقيتش كي ندير نمشي، راه ممكن. الا ما القضيه ديال المصاريف القرايه جات بزاف هكا وغاليه وخصك باش تعاون، مع العلم انه ملي كتكون كتقرا عندك ستادي بيرميت راه اوتوماتيكمون كيكون عندك الحق تخدم بارت تايم، يعني ممكن تخدم ولكن ما تتعداش 20 ساعه في الاسبوع، حيت الفول تايم هو 40 ساعه في الاسبوع الاخوان. دوك الناس اللي كيقولوا لي باني صيفط في انديد وصيفط لكليربورت وما جاوبونيش وكان، والمحاميين كيديو لي دوك البيرويات كينصبوا عليا ويديو لي فلوسي، انا تنقول لكم ونعاود، الله يخليكم اللي عنده الامكانيه باش انه يدير فيزا توريست احسن كان بها، غادي دير فيزا توريست. هذيك القضيه ديال الكونت بونكير، المساله ديال الكونت بونكير اللي شويه كتعكز عباد الله بزاف، كتقول بان هذا شرط تعجيزي. انا تنقول لكم واحد الحاجه خوتي، هذاك لو كونت بونكير دبروا على الناس اللي ممكن يسلفوكم، ولا اللي عنده شي خدمه وهذه ممكن انه ياخذ كريدي كونسوماسيون يحطو عنده في الكونت ديالو، راه ممكن. حيت هذا عاوتاني من خلال هذه النقطه هذه اجابه لواحد الاخت كتواصل معايا، واش السؤال ديالها قالت لي انا راني عندي كريدي كونسوماسيون في البنكه، واش ما يعكسوا لياش في الفيزا؟ ما غاديش يعكسوا لك في الفيزا خوتي. انا تنهضر معكم، انا فاش بغيت نجي راه كان عندي ديجا كريدي كونسوماسيون في البنكه، ما هضروش معايا فوقاش غادي ممكن يوقفوا لك الفيزا وما يمكنلكش تخرج مع هذا الا كان هذاك الكريدي ما كيتخلصش وعندك دوسي تحكم في المحكمه. الا عندك دوسي تحكم في المحكمه راه ما غاديش يخليوك تخرج، يعني كتسمى بانك انت مديون وخصك تخلص الدين ديالك وباش يديروا دوك البنكات ديالك التنازل ولا على ديك القضيه هذه باش نكونوا واقعيين. سينو راه ما يمكنلكش تخوي البلاد، ولا ممكن الله قدر الله ممكن تعتقل، داكشي على حسب. ما علينا خوتي، يعني الناس اللي عنده ممكن يدير فيزا توريست غيدير فيزا توريست ياك، ومن يجي لهنايا من غادي يدخل برجليه للريستورون يحط لهم السيفي ديالو، راه ما غاديش يكونوا هانيين اخوتي. هذه المساله هذه راه كاينه، واحسن حاجه الواحد الصيف يعني هذا هو السيزون اللي كيكونوا طالبين الخدمه، وسيرتو الناس اللي باغيين يخدموا في الكوزينه. الخدمه في الكوزينه موجوده، اي حاجه ديال لا ريستوراسيون حاليا موجوده، فين ما مشيتي كتلقى بان دايرين الهايرين، غتمشي لعندهم تقول لهم بغيت نخدم يقولوا لك دخل مرحبا. هذه تنقولها وكنتحمل مسؤوليتها، فهمتي، كنعمر عليكم السؤال، ولكن راه الواقع يقولوا لك دخل مرحبا، حيت الناس عندهم الخصاص والخصاص كبير بزاف في اليد العامله. تنقولها ونعاود، الله يخليكم اللي باغي يصوفي راسو راه هذه هي الفرصه، دير فيزا توريست ومشي لهنايا، دخل قلب على الخدمه راه غتلقاها دغيا. ما تقول لياش انا غادي نجي ونبقى مشوجر، لا ما غاديش تبقى مشوجر اسيدي، راه ما غاديش تبقى مشوجر اختي، غتجي غادي تلقى الخدمه. انا نهضر معكم بالواقع، راه هادشي اللي كاين، راه فين ما مشيتي كلشي كيقلب على الخدامه وما لاقيهمش اللي كيخليهم لي زومبلويور ما كيهزوش الناس من برا هذيك الطول ديال المسطره والطول ديال الاجراءات. يعني هو كيبغي شي واحد اللي يجي دغيا، ماشي عاد تسنى 9 شهور ولا 8 شهور باش عاد يخرج ليه الورك بيرميت. واش فهمت اخوتي؟ راه هذا هو المشكل، علاش لي زومبلويور ما كيقبلوش كنصيفطوا مثلا في انديد ولا هادي راه وصلات الرساله ديالك، ولكن كيقول انا 9 شهور، وراه ما يقدرش يصبر عليك 9 شهور ولا 8 شهور ولا 6 شهور. كيبغي شي واحد اللي يجي يبدا معاه الخدمه سير بلاص. حنا براسنا شحال من واحد كيجي عندنا الخدمه كيقول لك انا بغيت نخدم، كتقول له عطيني السي في ديالك، كتشوف السي في ديالو لا غد ليه، كتقول له دوز تبدا الخدمه، راه سير بلاص. ما علينا خوتي، كنا غادي يدير فيزا توريست غيجي غيلقى الخدمه، من مورا ملي غيلقى الخدمه اين فوا يخرج ليه ورك بيرميت راه عنده الحق انه يتسجل في المدرسه. ها انت ضربتيهم بجوج، ها انت سيدي ضربتيهم بجوج، ها انت خدمتي وها انت كتقرا مع راسك، بهذيك الفلوس ديال الخدمه راه ممكن تعيش بها وممكن انك تصرف على القرايه ديالك. شنو بغيتو؟ شنو بقى لينا؟ نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله ونتحركوا ياك.
المهم ما علينا، انا ما بغيتش نزيد نتعمق في هذا الموضوع هذا، حتى غادي نوريكم الدليل منين، من لو سيت ديال الغوفرنمون. انا تنقول لكم ما كنجيبش شي حاجه من عندي، كنجيب لكم الاخبار اللي كاينه في لو سيت ديال الغوفرنمون اللي جايه من الحكومه ديال كندا، ماشي شتا في شي فيديو ولا سمعت بها لا، ماشي حتى شي معلومه الا سمعت بها ولا مثلا نقولوا شتا في شي فيديو غنمشي نقلب عليها ونشوف الصحه ديالها. يعني حتى الا قلتي شي حاجه ولا عطيتي شي معلومه كتعطي شي معلومه صحيحه، ولا كنتي ما عارف شي معلومه، انا الا كنت ما عارفش شي معلومه غادي نقول لكم انا ما عارفش الجواب على هذا حتى نقلب عليه، لقيتو تبارك الله كنعاود نرجع لك ونجاوبك، ما لقيتوش راه ما غاديش نجاوبك حيت راني ديجا قلت لك راني ما عارفوش نقلب، وما غادي نجاوبك حتى غادي نلقاه. ما حدني ما جاوبتكش يعني راه مازال ما لقيتوش. كنظن اخوتي انا كلامي واضح وصريح، وهذا الشيء اللي كاين بلا كذوب بلا نفاق، بلا كذوب بلا نفاق. القضيه ديال الفيديوهات والعناوين ديال اللي غادي تجرب بهم المشاهدات وتجرب بهم لي زابوني وتربح منهم باليوتيوب، اشوف اخوتي انا تنقولها لكم ونعاود، شي بالنسبه لي انا اللي جات من عند الله مرحبا بها، اللي ما جاتش راه ما مكتاباش من الاخر، اللي ما جاتش راه ما مكتاباش. وهذا الشيء هذا مبدا الحمد لله واخذه في الحياه، هو انه راه ما غادي توصلني غير اللي مكتابه ليا، واللي ما مكتاباش ليا راه نعيا نطير. هذا كنقولها لكم انطلاقا من التجربه معاشه، داكشي اللي عشتو انا، ماشي اللي سمعت به ولا اللي عاش واحد اخر اللي عشت انا. كنهضر لكم على قصه حياتي انا، شنو انا عشت. راه كاين شي مرات اللي كنت كنحفر بيدي وسناني باش نوصل لواحد الحاجه، والله ما وصلت ليها، والله ما وصلت ليها، سمعتوا. ولكن النهار فاش كتبت باش انني غادي نوصلها راه بدون حول الله ولا قوه، راه صافي راه ما درت حتى شي حاجه وجات، راه كتكون جالس وربي راه اي حاجه مكتبه لك ربي كيصيفط لك من الاخر بلا ما تبقى تحمق راسك صافي. ولكن كنقولوا كنديروا السبب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. نوض اخوتي، انا ما كنقول لكمش بهذا الشيء، اللي يمشي شي واحد يفهم كلامي غلط يقول لك هذا راه قال كيقول لك ما دير والو راك غادي تنجح، انا ما تنقولش هذه القضيه هذه، تنقول انا بانه انت يخدم دير السبب ياك، ولكن ما وصلتيش ما تفقش، ما تقولش بانه انا كعبه وانا لا، راه غير ما مكتبش ليك، راه حنا كاملين كنمشيو بالمكتب، راه غير ما كتب ليك. وكاين عاوتاني اللي كيقول ما دار والو ولقاها ساهله، وراه غير كتبت لك انها تجي، راه غير كتبت لك، راه هذا هو الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره، راه هو هذا صافي اخوتي. كنقول لكم في الختام ديال هذا الفيديو هذه، غادي نقول لكم بانه ترقبوا ان شاء الله الموضوع اللي قلت لكم ديال الدراسه، واخا انك انت عندك ورك بيرميت انا معاكم، وترقبوا ان شاء الله غادي يكون في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. ولكن ماشي في هذه الايامات، حيت اما نوعدكم بشي حاجه اللي ما نقدرش نوفيها، يقدر يكون يا اما هذا الاسبوع يا اما الاسبوع المقبل. الاسبوع المقبل ما غاديش نفوتوا، ولكن غير ما هذه السيمانه ولا السيمانه الجايه. علاش؟ بحكم ان صراحه دابا هذه الايام اللي بقاو ليا مشغول بزاف، سيرتو انني كنوجد جاي عندي الوالده ونسيبتي ان شاء الله حنا تنوجدوا اليوم المسائل كامله، يعني غادي نكون مشغول مع الخدمه، راني ما جالس، يعني الخدمه راه خدام وخصك دير هنا، وديما كنقولوا المغاربه دير هكا وهكا. ان شاء الله ما يكون غير الخير، وان شاء الله كاملين غادي نستافدوا. وفي الختام غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، وعواشركم مبروكه مره اخرى، وعيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا باش تمنيتوا ان شاء الله. وهذا ما كاين، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وقبل ما نختم من هذا المنبر كنقول لخويا امين 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 سميح، كنقول لك شكرا بزاف، الله يحفظك. راني دابا غادي بالطوموبيل ديالك بها باش غادي للخدمه، شكرا بزاف، تهلا ليا في راسك اخويا امين، وسلم لي على الكتكوت حمزه، وعيدكم مبارك سعيد. واخويا انا ما كرهتش نقول لك عنق الناس ديال مراكش واحد بواحد، ولكن ما علينا، توحشنا ولاد البلاد. السلام عليكم ورحمه الله.